عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غدا نقدم لكم حرشة بسميدة الشعير مخمرة بالخميرة البلدية صحية 100%. عندي هنا زلافة ونص من سميدة ديال الشعير كيف ما كتشاهدوا كيكون في هذا الشكل. عندي هنا قليل من الملح على حسب الذوق، ملعقة كبيرة من الزبدة، وعندي هنا خميرة البلدية يعني 5 المعالق كبار، وهنا غادي نستعمل معلقة كبيرة من الزيت الزيتون والماء دافئ. غادي نضيفو الملح والزبدة ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون، وغادي نخلطو مزيان حتى ينسجم لينا الزبده مع الشعير، خاصها تجي مرمله. ثم غادي نضيفو الخميره البلديه ونضيفو الماء شويه بشويه، على هذا الشكل هذا. غادي نعملو حفره في الوسط ونضيفو الخميره البلديه. وغادي نضيفو الماء، خصو يكون دافي ولا بدا. ما خصناش نخليو العجينه قاصحه، خصها تكون جاريه شي شويه. وغادي نخليوها تخمر حتى يشرب الماء مزيان، يبان لكم شرب الماء. ديك الساعه يعني صافي. كيف ما كتشوفوا خليتها جاريه بحال هذا الشكل هذا. غادي نحطوها في مكان دافئ ونغطيوها حتى تخمر ونتلاقاو. بعد ما خمرات لينا العجينه وشربات الماء كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذوا المقله ديال الحرشه وندهنوها مزيان بالزبده باش ما تلصقش لينا. ندردرو شويه ديال السميده ديال الشعير وكنقادوها بحال هذا الشكل. كنقادو الجوانب ديالها بمعلقه بحال هذا الشكل هكذا باش كتجينا مقاده، وكنغطيوها وكنحطوها في مكان دافئ حتى كتبان لكم طلعت شي شويه عاد باش يمكن لكم طيبوها. هي الحرشه ديالنا وجدات بعد مرور تقريبا ساعتين. للاشاره الخميره البلديه ماشي هي الخميره الكيماويه، يعني خصكم تصبروا عليها حتى تخمر على خاطرها. كيف ما كتشوفوا كتجي في هذا الشكل هذا، كتجي هشيشه وصحيه. كنتمنى تعجبكم الحلقه ديال اليوم، وبالصحه وراحه.